السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. رحلة البحث عن معشوقة الصيادين سمكة البلطي. نازلين النهارده على ترعة كده ضيقة، يشوفوا البلطي هيتحرك. النهارده السبت درجة الحرارة عالية ومفيش هوا، فقلنا ننزل نشوف الدنيا فيها ايه. المكان في المنيا مركز بني مزار، الترعة المتفرعة من النيل. هنشوف تقارير النهارده وربنا يصلح الحال ويرزقنا النهارده. اهو ماشيين نسعى وبنلف عشان نشوف أماكن شغالة الأيام دي، بحيث ان الواحد زهق من قعده البيت يعني وكده. فربنا يصلح الحال وربنا يكرمنا حتى نتمتع باي سمكه نطلعها. ده المكان ترع دايق اللي شغال عليه يا جماعه. حطهم معانا دود ارض، حطهم معانا اهو دود ارض. طبعا الدود متوفر دلوقتي عشان الشتاء اهو. ده دود اهو يا جماعه، دود جبلي كمان. الايام دي الدود تلاقيه موجود في الارض الزراعيه اللي زي كده، على احرف الاراضي الزراعيه. يعني ما تخش جوه لقيت تحت شويه سمكه زي دول، ترفعهم من فوق السمكات دول وتنزل تحتهم كده، هتجيب منهم طعم جبل زي الفل. وده المكان اللي احنا شغال فيه على سن رقم 6 ورمال 25، واساسي خد بريد وفيلا اهو موزونه ومرمين ومستنيين فرج يا رب. اي حاجه نبلغهم ان شاء الله. في نمس يا جماعه اتفرج عليه، بصوا بصوا قاعد فين اهو. نمس يا جماعه، شايفينه اهو اهو، شفتوه اهو. الناموسه الايام دي بتلف في في الارض الزراعيه، بتاكل تعابين وكده. بس تعابين اللي هي السامه وكده، يعني الكبرات. يعني ده هنام ونام عنده عيد لو لقى كوبرا مصريه، كوبرا يمسكها ياكلها. سبحان الله، يعني سبحان الله. كده انا هفضل قاعد على الترعه دي كتير ومش هاخد سمك. هنروح ان شاء الله نلف نروح مكان تاني، هنلف نروح مصرف ولا طلع غدا. من طول ما الميه كده رايقه ونقيه قدامك كده، وانت شايف الطينه زي كده، ما تاخدش عليها. شوف الميه تكون عاكره كده شويه، دي بيدل ان في سمك كان بيلعب وعامل عقره في الميه في الايام دي بالذات. استنونا اشوف مكان جديد ونكمل الفيديو. استقريت على المكان ده. المكان ده قديم يا جماعه بتاعي انا بقى، بصطاد عليه من زمان. فده ممكن ياكل معانا بنسبه ايه، 65%. هي السمكه مش هتبقى كبيره، لكن هي حال الميه الايام دي. ده مصرف ارض زراعيه يا جماعه، مصارف هتلقط الايام دي. طبعا الماسوره دي مش ماسوره شرب، مش ماسوره ميه شرب، دي ماسوره ترع، بتنقل من ترعه لترعه. عشان بس الناس هتسال تقول لك ماسوره مكسوره، مش مكسوره لا، دي ماسوره ترع يا جماعه، بتنقل من الترعه دي للترعه دي. تمام. الله المستعان، ويمكن ربنا يكرمنا ان شاء الله. استنوا. صلى على النبي، صلاه النبي ان شاء الله. من الشلالات اهي. هو في كده برضه. اه يا جماعه، حجاري شره صغيره قد عقله الصباع. طب هو في كده برضه، عايزين سمكه حلوه كده نتمتع بيها. طيب يا مساء الحال يا رب، ده ترجع يا جماعه. روح يا ست الماما، يا ست تلاقيها ضربه خربت الدنيا عليك الوقت. يلا. انا عارفه النوم مش حلو النهارده. انا عارفه ان احنا نقعد نوكل بتاع الازرق ده، الزريجه. السمكه دي اسمها إيه يا جماعه؟ الزريجه.
او السمكه الزرقاء او الفجريه، ده ليها 7000 اسم. هو يوم مش حلو. اوه. اه جت. السمكه دي يا جماعه هتظهر معاكم في اي مكان في الصيد، سيبوا المكان وامشوا. السمكه دي ليها 7000 اسم على الفيس. نزلت على الفيسبوك لقيت ليها كل واحد مسميها اسم لوحده. الزريجه والمش عارف الفجريه والجراطه ليها 7000 اسم. اول ما تظهر معاك في المكان سيب المكان وامشي، الحق نفسك بسرعه. ودي احوال الصيد الايام دي في الميه الضيقه. الميه لسه بدري عليها، ما كلتش، لسه بدري. لسه لما شهر 3 و4 يهل عليك هتبدا الميه تشتغل زي ما قلت في فيديوهات، زي ما قلت على اليوتيوب في بثات مباشره. لسه الميه يا جماعه ما اتحركتش. يا دوب النهارده اول يوم في الميه، لما في الجو لما بيسخن ودرجه الحراره لما تزيد. يا دوب اول يوم النهارده في امشير. يعني احنا النهارده داخلين على 10 امشير او 11 امشير. يا دوب الهواء وقف والدنيا بدات ايه تسخن، ودرجات الحراره بدات تسخن. لكن برضه لسه الارضيه بتاعت الميه ساجعه، لسه رطبه. ميه لسه ساجعه تحت، الطينه ساجعه، ساجعه بارده يعني. فالسمك لسه ما اتحركش. اول ما الميه تسخن والسمكه تحس بالسخونه تبدا ايه تطلع تشتغل، تبدا تطلع تتحرك. استنوه. فحضرتك لو طلعت الايام دي برضه الميه مش هتجاوبك، هيجاوبك سمك صغير زي البلح كده. سمك صغير زي البلح اهو، دجاشه صغير اهو. السمكه الزرقاء، السمكه اللي في ناس تقول عليها ملعونه. اهو ده اللي هيطلع معاك الايام دي. لكن النيل لسه ما اعرفش تقريره عشان ما طلعتش عليه. اطلع على النيل وهبلغكم بالتقرير ان شاء الله. ما تنسوش انا اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. انا طلعت اقدم لكم الواقع اللي احنا بنعيشه. يلا السلام عليكم.